الزمالك بيسعد جماهيره وبيحط أول إيد النهارده على درع الدوري المصري. دوس لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف حكاية النهارده. بيزيرا يا جماعة هو تاني أفضل لعيب برازيلي جه لعب في الدوري المصري. الكلام ده مش كلامي، ده كلام معلق المباراة الحيادي للغاية. والغريب برضو إن الكابتن ناصر كوستا ما قدرش يعمل الفارق اللي كان بيراميدز منتظره منه لما اشتراه من الزمالك. وده اللي بيخلي ناس تسأل، هل شراء ناصر كوستا كان بسبب إن هم محتاجينه أصلا؟ ولا هل كانت صفقة علشان خاطر نساعد الزمالك ماليا؟ الله أعلم الحقيقة فين. من أول دقيقة في الماتش وبمجرد النقل التلفزيوني ما بدأ وتشعر إن المباراة راحة ناحية الزمالك. الاستاد أشبه بمركب مايل من جنب، والجنب التاني رافع كده هو لفوق بشكل غريب. جماهير الزمالك متكدسة في جنب من أجناب الملعب وخلف المرمى بتاع الشناوي، وعلى الجانب الآخر بعض الجماهير الكتكوتة الصغننة موجودة من بعيد تقدر تشوفهم. الغريب بقى هنا هو فين جماهير بيراميدز يا جماعة؟ ليه الاستاد يعتبر فاضي؟ فين جماهير بيراميدز اللي بتحضر كل مباريات الأهلي لما بيكون بيلاعب بيراميدز؟ غريبة جدا الحكاية دي، ولازم نادي بيراميدز يراجع نفسه ويشوف ايه اللي خلى جماهيره تبعد عن حضور المباراة، لأن دي حاجة بتنذر بالخطر يا جماعة. لازم نفكر ونشوف ايه أسباب عزوف الجماهير عن حضور هذه المباراة المهمة جدا خلال هذا الموسم. لكن بعيدا عن الحضور الجماهيري، الزمالك من أول دقيقة والمباراة بتقول له أنت الأحق بالفوز بيها. الزمالك هو اللي كان عنده الرغبة الأكبر، كان عنده الفرص الأكتر، كان عنده الشراسة الأكبر في الالتحامات، وأكتر اللاعبين اللي كانوا النهاردة بيأدوا الدور كما ينبغي أن يكون طبعا شيكو بنزا وناصر منسي اللي لازم نديله حقه حتى لو انتماءاتنا مش معاه. هو مهاجم فعلا مشاكس، وعلشان برضو ندي كل الناس حقوقها، النهاردة حكم المباراة أثبت إن الحكم المصري يقدر يدير مباريات قوية. الراجل الشوط الأولاني الناس عمالة تدب في بعض وهو كان معلم، ما بيركزش علشان ما يبوظش الماتش. هم بيقولوها كده، يقول لك حكم شاطر ركزسي عشان خاطر ما تديش انذارات كتير الماتش يبوظ منك، مش عارف خلاص اعمل ايه. مش شايف، مش حاسس. ما تقوليش بص على فار ضربة جزاء، ما تقوليش فلان شدني ولا ده داس على وش رجلي، وصلي على النبي يا عم الحاج. الاتنين حبايب ومحدش هيطلع يشتكي بعد الماتش، فليه نوجع قلبنا ونخلينا احنا السبب في فوز طرف على طرف؟ هما يخلصوا مع بعض ويتفقوا، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ومحدش يرجع يقول علينا وحشين. بس عايزين نبقى واقعيين وما ننساش اللي حصل في خلال السنين اللي فاتت. فرق الخمس نقط دول مش معناه نهائيا فوز الزمالك بالدوري. الماتشات اللي جاية وعلى سبيل المثال مباراة انبي ومباراة الاهلي وباقي المباريات مش هتبقى بالسهولة ان الزمالك ينزل ياخد الثلاث نقط من كل فريق. برضو مش متوقعة من الزمالك. لكن لو الزمالك قدر يحقق بطولة الدوري، انا قلبا وقالبا اشجع الزمالك ياخد الدوري، لان احنا عايزين النوادي الجماهيرية هي اللي تتحصل على البطولات، لان ده بيقويها اكتر في مواجهة الاستثمار الرياضي الغير جيد اللي احنا شايفينه. لكن الناس تحب ان هي تشوف الاهلي الاسماعيلي النصري الاتحاد الزمالك، هي دي الفرق اللي بتوصل لنهائي كاس ونهائي دوري، وهي دي اللي بتحلل الماتشات اللي الناس بتقعد تتفرج عليها. دلوقتي بالنسبة للأهلي الكرة برضه في ملعبه. لو الأهلي فاز على كل المباريات اللي جاية، أنا أعتقد إن كالعادة المنافسين هيبتدي يتخبطوا. ومش عايزين برضه ننسى إن إحنا مش بنلاعب هوا قدامنا في الملعب. أي فريق قادر إن هو يعمل مفاجأة، وده اللي إحنا هنشوفه في الماتشات اللي جاية. المباريات اللي جاية كلها هتبقى حلوة وفيها طحن، والطحن هيبدأ من أول مباراة الأهلي وبيراميدز. هل بيراميدز هيفوق من الغيبوبة اللي شفناها عليه في مباراة الزمالك النهاردة، ولا هيستمر فيها والأهلي هيستغل الموضوع ويخلص المباراة علشان يسخن ويكمل أكتر؟ هل الراحة اللي خدها لعيبة الأهلي خلال الأسبوع ده هتغير من اللياقة البدنية ليهم في المباريات اللي جاية؟ ده اللي هنعرفه.
قد يكون الأسبوع الراحة اللي الأهلي طلع فيه باي ده هو سبب لإن الأهلي يرجع للمستوى إلى حدٍ ما اللي المفروض الناس مستنياه منه. هنشوف والدوري هيحلو والدنيا هتبقى حويقة وربنا يكرم علشان نتفرج على ماتشات حلوة. هل وارد إن سيراميكا هو اللي يحقق المعجزة ويوصل لقدام والناس دي كلها تتكاسعم؟ الله أعلم، هنشوف. لكن إحنا سعداء بالأداء اللي النهارده اتفرجنا عليه، وسعداء جدًا إن الأداء ده كان بيقدمه مدرب مصري، وده بيقوي عظمة المدربين المصريين، كابتن حسام حسن والكابتن علي ماهر وغيرهم من المدربين اللي بيأدوا ومقدمين أداء طيب جدًا خلال العام ده. وبنبارك تاني للفريق اللي كان أحق النهارده بالفوز. اعمل لايك وسبسكرايب وتابع معانا القناة.